ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناتي. النهارده هعرض معاكم المجات في جهازي، هقول لكم ايه الاعداد المناسبه لكل عروسه. كملوا معايا الفيديو للاخر عشان نتفرج على الاشكال مع بعض. طبعا انتوا هتستغربوا من شكل المجات، شكل اللي انا مغلفه بيه المجات. بصراحه انا بخاف جدا على الحاجات اللي هي بورسلين او صين ان هي تتكسر وانا شايلاها يعني. فعلشان احافظ عليها انا بجيب اي كرتون عندي بتقطعيها بالطول مثلا بتاع علبة المجات بتاعتك، وبصوا بتلزقيها كده وبتلزقيها طبعا كده تمام اهي، علشان تبقى الوش بتاع المجات كده محمي وما يتكسرش. وكمان لو عايزة مثلا ترصي كل اتنين فوق بعض كده مش هيحصل حاجة لان انتي اوريدي مغلفاه تمام. يلا بينا نتفرج على اشكال المجات اللي انا جايباها في جهازي مع بعض. وضروري جدا ان احنا نلزق هنا حته لزق على الحتت اللي بتتفتح دي علشان ما تتفتحش واحنا مخزنينها تمام. بصوا مثلا ده اول طقم معايا وانا مغلفاه كده، هفتحه معاكم. بصوا اهو مغلفاه كمان، واخده اللزق كده داير ما يدور كمان من هنا ومن هنا. ده اول طقم معايا. دي كده الاشكال بتاعته. هو بيجي العلبه بس هو بيبقى كل مج شكل، بس في الاخر بتحس ان هو كلهم ماتشنج مع بعض لان كلهم لون واحد واخدين من نفس الالوان بس باختلاف الرسومات والنقشات. فتعالوا نتفرج على مج مع بعض. ده اول شكل معايا، هو كده عليه قلوب كده صغيره وكبيره بحاجات مختلفه. حجم المج مش كبير قوي ومش صغير، يعني حجمه حلو قوي كده مناسب. بصوا ده على فكرة من لوتس فتحي محمود. الأطقم اللي أنا جايباها كلها من بورسلين فتحي محمود عشان ده أنضف ان هو موجود دلوقتي. ده الشكل التاني كده مدور برضو واخد من نفس الألوان، كلهم واخدين من ألوان بعض بس باختلاف ايه النقشات. بصوا اهو. الشكل التالت كده مثلثات شوية، شكله حلو جدا. أنا بعشق الأشكال الهندسية. بصوا آخر شكل في الطقم ده هو مخطط كده واخد برضو من نفس الألوان شايفين، وبرضو عليه الختم اهو لوتس فتحي محمود. شايفين شكل المج حلو جدا. ده تاني طقم معايا برضو كده عجبني قوي، لونه ابيض في اسود، ماتشنج بين كلمات مختلفة من كوفي ولاف وحاجات كده، وفي منه اتنين اسود واتنين ابيض. ده حلو قوي. تعالوا نتفرج على كل قطعة مع بعض. بصوا ده اول شكل معايا، شكله حلو قوي وعليه كده حبات قهوة وكوفي، وشكل المج شكله تحفة، وفي خط كده زي ذهبي برضو نفس الاحجام ومن جوه اسود، وبرضو لوتس فتحي محمود. ده تاني شكل كده معمول عليه قلب ذهبي نفس الخط اللي هنا ومكتوب عليه لاف كوفي ومخطط، شكله حلو جدا. بصوا انتوا يعني لو بتحبوا المجات حاولوا ان انتوا تنوعوا فيها مبقاش كله شكل واحد. ده تالت شكل شايفين. ده شكله برضو حلو جدا شايفين. ده كده الطقم اللي بعده عجبني قوي، فكرة ان هو رخامي كده والوانه هادية وبسيطة ورقيقة جدا. بصراحة ده عجبني، ده من اوائل الاطقم يعني من اول الاطقم اللي انا جبتها تقريبا. الوانه هادية وحلوة والرخامي ده شيك قوي. تعالوا نتفرج على كل مج مع بعض. بصوا دي اول كوباية لونها كده تركواز مع الرخامي مع خط ذهبي، شكلها تحفة. من قدام فيه كلمة كده ومن ورا سادة، شكلها خطير. ده اول لون. تعالوا نشوف اللون التاني. ده تاني لون كده لونه كشمير شايفين، شكله برضو حلو جدا اهو. تعالوا نشوف اللون اللي بعده. ده بقى لونه من فوق كده كريمي ومن تحت ابيض في الرخامي كده، والكلمة ذهبي والخط ذهبي، شكله خطير بجد. ده يعني تقريبا احلى واحد عجبني. بصوا شكله رقيق قوي اهو، برضو من ورا ساده. تعالوا نشوف اخر لون. اخر لون ده كأنه بني كده محروق بس برضو شكله حلو جدا اهو. يا جماعه انا مش فاهمه ايه الكلمه المكتوبه دي، لو حد فاهم ايه المكتوب ده يقول لي يعني.
ده برضو لايق جدا عشان نفس اللون الرخامي كده. ده الشكل اللي بعده، وده اول طقم انا جبته في المجات، كنت جايباه من دار بسعاده وكان سعر الاربعه او الطقم كده ب100 جنيه. باقي الاشكال اللي فاتت والاشكال اللي لسه هوريها لكم كان بعدها بفتره. الحاجات دي انا جايباها من بدري قوي، يعني مثلا من 5 سنين او حاجه. فبعدين لقيت رنين منزلاهم الاربعه ب60 جنيه، كانت بتنزلهم كده يوم في الاسبوع، كل اسبوع يوم معين بتنزلهم الاربعه ب60 جنيه. فباقي الاشكال اللي انتوا شفتوها كانوا الاربعه ب60. تمام، تعالوا نشوف بقى الشكل ده مع بعض. بصوا ده اول شكل، هو لونه كده روز جولد في اسود، شكله حلو جدا جدا. تعالوا نشوف تاني شكل. بصوا ده كمان نفس الرسمه اللي فاتت على فكره، بس ايه هنا الاسود بتاعه يعني عريض شويه، انما اللي فاتت بصوا كانت مفرغه، دي ملونه كلها ان هو ماتشنج كده مع بعض. بصوا ده تالت شكل معايا، بس شكله حلو جدا، شايفين لونه كده روز جولد او ذهبي. هو حقيقي كاميرا يعني ظلمه شكله، هو في الحقيقه شكله احلى من كده بكتير. برضو لوتس فتحي محمود. ده بقى النقشه اللي فيه مديه كده على بينك شويه لو انتوا شايفين اهو، وبرضو هنا روز جولد في اسود. بصوا ده اخر طقم معايا من النوع ده، بعد كده هنشوف انواع تانية معايا. ده عجبني شكله قوي، حسيت ان هو شكله مختلف عن انا جايباه، شكله اطفالي كده شويه، وعليه بجعه وعليه يونيكورن وحاجات كده، فشكله حلو قوي. تعالوا نتفرج على كل مج مع بعض. بصوا ده اول شكل معايا، يونيكورن كده ماسك عصير ولابس عوامه ومكتوب عليه enjoy today. شكله غريب كده ولذيذ في نفس الوقت، حلو قوي فعجبني. تعالوا نشوف التاني شكل. بصوا ده تاني شكل برضو شكله لذيذ جدا. بصوا هما كلهم بيبقوا من تحت كده الالوان بتختلف، يعني كله شبه بعض او كله واخد من بعض وكده ونفس الكلمة، بس اللون اللي في الخط اللي تحت ده هو اللي بيختلف. هنا لونه جراي كده شوية، وهنا لونه بينك. تعالوا نشوف باقي الالوان والاشكال. بصوا ده تالت لونه كده بيبي بلو او لبني، شكله تحفة. ده بقى مكتوب عليه سويت تايم، شكله حلو جدا. كمان لو عندك اطفال ممكن لو انت مش خايفة على المج قوي يعني تقدمي لهم فيه. هنشوف اخر شكل. ده بقى تحفة، كأنها دوناتس كده وهي قاعدة جواها مكتوب عليها سويت سمر تايم. شكلها حلو جدا، واللون بتاعها زي اللافندر كده، اللون اللي من تحت شكلها حلو قوي، وبرده نفس الختم لوتس فتحي محمود. تعالوا نشوف بقى باقي الاطقم اللي معايا واشكالها المختلفه. بصوا بقى الطقم ده انا لسه يعتبر جايباه جديد، مثلا شهر 12 او حاجه كده. الطقم ده بيجي 4 مج على حامل برضو لوتس فتحي محمود. هو بيجي على حامل استانلس، وانا بصراحه ما بحبش الحامل الاستانلس خالص، فانا فكرت في فكره كده هوريها لكم في اخر الفيديو. بس تعالوا نتفرج برضو على اشكال المجات كل قطعه وشكلهم على الحامل الاستانلس، عشان لو حد حابب يجيبه هو منتشر قوي دلوقتي. بصوا دي اول رسمه، بيبقى ميكس عامه، ما بيبقوش الاربعه، يعني نادرا لما تلاقي في الطقم ده 4 زي بعض، بيكونوا ميكس. فانا جايبه ده اسود اهو، وبرضو لوتس فتحي محمود. ده بقى حجمه كبير جدا، مش باين في الفيديو، بس ده يعني شبه مجات الشوربه والحاجات دي، كبير قوي. تمام، تعال نشوف تاني شكل. بصوا ده الشكل التاني. تعال نشوف الاتنين التانيين لونهم ايه. بصوا كده ده اللون الابيض منه، عليه قلوب صغيره ورموش كده وقلب، شكله كيوت قوي كده. بصوا حجمه، يا رب يكون واضح ليكم، حجمه كبير جدا، شايفين؟ بس انا بصراحه الحجم ده مش موجود في ولا طقم من اللي انا جايباهم، فده مختلف، يعني اكيد هحتاج الاحجام الكبيره دي، فحبيت ان انا اجيبه. تعالوا نشوف رابع شكل في الطقم ده، وبعد كده هوريهولكوا على الحامل مع بعض. ده الشكل الرابع اهو، شكل كده سحابه ونجوم وقلوب وحاجات كده، شكلها حلو قوي. بصوا ده شكل الطقم كده على الحامل الاستانلس، بس انا بصراحه ما بحبش شكل الحوامل الاستانلس دي خالص، فكملوا معايا الفيديو للاخر عشان هوريكم انا هعمل ايه. طيب تعالوا نشوف تاني شكل مع بعض. بصوا ده تاني شكل، شكله حلو جدا، عجبني قوي. بصوا الطقم ده بقى جاي الاربعه سوري كلهم شكل واحد اهو، الاربعه كلهم شكل واحد.
تعالوا اوريكم شكلهم على الحامل الاستانلس. بصوا ده شكلهم على الحامل الاستانلس علشان لو حابين تاخدوهم سكرين وتشتروهم. تعالوا بقى اوريكم الفكره اللي انا هعملها وهستغنى عن الحامل الاستانلس ده. بصوا بقى انا اشتريت الحامل الخشب ده، ماركه اسمها ساس، الخشب بتاعها كويس. اشتريت ده خشب علشان انا حابه الديكور بتاع مطبخي يبقى كله خشبيات. فتعالوا اوريكم انا هرتبه ازاي. طيب الحامل ده الخشب بيشيل 6 مجات، والطقم بتاعي 4 مجات، ولو جبت اي مجين شكل تاني مختلف مش هيكون الرصه بتاعتهم حلوه. فبصوا بقى انا عملت ايه. انا جبت الطقم ده زي ما قلت لكم في الاول ان اطقم المجات دي اللي هي على حامل اللي انا جايباها بتكون ميكس، يعني كل 2 شبه بعض مش ال4 زي بعض. فانا جبت دول. بصوا ده اسود ساده خالص اهو، مش عليه اي حاجه، ساده. جبت منه 2. هوريكم باقي الطقم وبعد كده هوريكم هعمل ايه في الحامل الخشب ده. الشكل التاني اللي جاي في الطقم ده، بصوا هما الاتنين زي بعض اهم. بصوا بقى ده شكله في الاخر. حاولت ان انا اعمله ميكس كده بينه وبين حاجه تاني، ما حبيتش ان يكون الاتنين اللي انا هدخلهم في الطقم يكونوا كمان منقوشين، لان الطقم كله منقوش. حبيت ادخلهم يبقى لونهم ساده، وحبيت يبقى لونهم اسود عشان يكسر اللون، بدل ما كنت هجيب 2 ابيض ساده خليتهم 2 اسود عشان يكسروا اللون. فده بقى شكله. انتوا ممكن كمان تعملوا كده، تشتروا مثلا الحامل ده انا كنت مشترياه لوحده اهو. ده انا كنت مشتريه لوحده ب170 جنيه عشان هو خشب. والمجات تشتري بقى فرداني او تشتري طقم على بعضه، جمعيه انت براحتك. تمام. تعال نشوف باقي المجات. بصوا ده اخر طقم في المجات اللي هي 4 قطع على حامل. انا بس فتحته واستخدمت منه واحد. تمام. ده بقى انا جايباه مشكل كده، كان كل واحد تقريبا شكل. ده واحد كده اللي حبيته فيه ان هو مط، الخامه بتاعته مط، وانا ما عنديش اي مج بالخامه دي اهو. ده شكله. الاتنين اللي كانوا تحت في العلبة، واحد شكله كده وده صغير جدا على فكرة، يعني هو ينفع كده قهوة. ده اول واحد، وده تاني واحد اهو. بصوا بقى انا جبت لهم ايه علشان اعملهم بشكل مختلف. بصوا انا كنت بشوف الفكرة دي كتير، وكنت بشوف اطقم كاملة بالشكل ده، بيبقى جاي الطقم بيبقى فيه الطبق ده، بيبقى ليه مكان هنا للمج او الكوباية او الفنجان، وهنا بتحطي بسكوت او ساندويتش صغير او كده. فالفكرة كانت عجباني جدا، بس ما كنتش متوفقة في ولا طقم شكله كويس. كان في معرض صيني بالكيلو لو تسمعوا عنه، هو بينزل محافظات كتير قوي. المعرض ده بيبقى 3 ايام تقريبا، بيبيعوا الحاجات دي بالكيلو، الصيني ده بالكيلو. انا بصراحة ليا تجربة معاهم، استنوا فيديو قريب جدا هنزل فيه تجربتي مع صيني بالكيلو، هوريكم المشتريات اللي انا كنت اشتريتها من هناك. انا مجمعة طقم عشاء كامل وحاجات تانية كتير قوي من صيني بالكيلو، فاستنوا الفيديو ده. المهم ان الطبق ده كان بيتباع مش بالكيلو بس، كان بيتباع القطعة ب40 جنيه، فعجبني سعره قوي فجبته وطقمت له بقى المج ده. بصوا شكله تحفة. في اغلب الاطقم بيبقى المج او الكوبايه نفس لون الطبق، بس انا حبيت اعمل كده ميكس مع بعض اهو. ده الشكل التاني اهو. شايفين شكلهم حلو جدا جدا. انتوا كمان ممكن تعملوا كده، يعني لو عجبكم حاجه تحاولوا ان انتوا تدوروا عليها تجيبوها بسعر اقل، وكمان يبقى شكلها حلو، وتحاولوا تنسقوا كده او توفقوا الاطباق مع المجات بالوان متناسقه مع بعض. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، بس حابه اقول لكم على نصيحه او اقول لكم على الاعداد اللي ممكن العروسه تجيبها. طبعا الاعداد اللي انا جايباها دي كتيره شويه، بس انا بحب المجات بحب اغير فيها كل شويه. طيب انتي ممكن تجيبي قد ايه في الاعداد المعقوله؟ ممكن تجيبوا واحد على حامل، سواء ستانلس زي ده او حامل خشب اللي يريحكم. ممكن تجيبوا واحد بس على حامل، وممكن تجيبوا طقمين من الاطقم دي كلها. يعني مثلا ممكن تجيبوا ده مع ده او ده مع ده.
طقمين من دول يعني 8 مجات، واحد بس على حامل سواء 4 قطع او 6 قطع. وبس كده، ده كان فيديو النهارده عن كل المجات اللي موجوده في جهازي. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتكتبوا لي كومنت حلو. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير، واشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.